ومع السنين المرض بدأ يهجم عليه، وأصيب بالشلل النصفي. والحركة اللي كانت سبب في ضحكة الناس بقت متعبة وصعبة عليه. لكن أصعب حاجة إن الزمن بدأ ينساه. النجوم الجديدة ظهرت والسينما اتغيرت، لكن قليل جدا اللي افتكر الراجل اللي ساعد يصنع الضحكة نفسها في السينما المصرية. ورغم كل ده فضل رياض الأصابجي واحد من أهم الوجوه اللي اتربت عليها أجيال كاملة. وسواء بقى الناس عرفت اسمه الحقيقي أو لأ، فهو فضل مصدر فخر لعيلته. والكل واحد فهم وقدر إن البطولة مش دايما للي واقف في النص. ورحل رياض الأصابجي سنة 1963. لكن الغريب إنك أول ما بتشوف صورته بتبتسم فورا. فاكر لما قلتلك إن في ناس من غيرها الفيلم بيبوظ؟ رياض الأصابجي كان واحد من الناس دي. مش نجم شباك، لكن جزء من روح السينما نفسها.